الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يسأل: هل لصلاة الجمعة نافلة قبلية وبعدية كصلاة الظهر؟ أقول وبالله التوفيق. أولا، لا يقاس صلاة الجمعة على صلاة الظهر، فصلاة الظهر لها أحكامها وصلاة الجمعة لها أحكامها، ولهذا ليس لصلاة الجمعة نافلة قبلية، وإنما يشرع للمؤمن أن يصلي قبلها ما تيسر له، 2 أو 4 أو 6 أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في ذلك حدا، بل قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. رواه مسلم. فدل الحديثان على أنه يصلي ما يسر الله له، 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك، يسلم من كل 2 لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فهذا هو الأفضل، يصلي ما كتب الله له. أما بعدها فالسنة 4، سواء في البيت أو في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. وفي اللفظ الآخر: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. أخرجه مسلم في الصحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيت 2 بعد الجمعة، ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس: إذا صليتم بعدها فصلوا 4. لعل هذا كان أولا، ثم بين لهم أن السنة 4. ويحتمل أنه فعل 2 في البيت لبيان أنه لا حرج في ذلك، من صلى 4 فهو الأفضل، وإن 2 فلا حرج، وأن الأمر ليس للوجوب. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.